هعمل معاكم بقى وصفة جميلة جدا تنفع للفطار والعشاء والمدارس والرحلات ولأعياد الميلاد. بص تحط الخلة فيها كده، ويلا هنبتدي. معانا المقادير، نسمي بسم الله. ومعايا كوباية لبن دافي، ومعايا نص كوباية مية دافية، وهحط معلقة ونص سكر، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، وهدوبهم مع بعض. وهحط نص كوباية زيت، وهحط بياض بيضة، والصفار هنستعمله في الاخر. وهحط هنا معلقة صغيرة بيكنج باودر، وربع معلقة ملح، وهقلبهم مع بعض. وهحط معلقة خل، وهجيب الدقيق بتاعي هنا 6 كوبايات دقيق منخولين، هحطهم على مرتين، واقلبيهم كده بالمعلقة. وكده كده هنروح عجنهم على ايدينا. عندك عجانة حطي في العجانة، انا هروح عجناها كده، انا بحب العجين قوي فبعجن كده على ايديا. عندي المفرش هروح دهناه مادة دهنية، ودهن ايديا مادة دهنية، واروح حاطة العجينة فيه. وانا بعجنها هروح حاطة مية، يعني 4 معالق مية، معلقة في معلقة. دي بتديكي طراوة للعجينة حلوة قوي قوي. يبقى انا كده استخدمت كوباية لبن، ونص كوباية مية، و4 معالق. 4 معالق هخليهم هنا. هاخد معلقة في معلقة عشان العجينة تديني كده الملمس اللي انا عايزاه، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. عجنتها قد ايه؟ عجنتها مفيش يعني 4 دقايق تقريبا، ما خدتش عجن كتير، وطلعة زي الفل لغاية ما تحسي ان هي ما بتلزقش في ايدك، وطرية وما بتلزقش. بصوا منظر العجينة عاملة ازاي، تحفة. هدهن هنا البولة معايا، هدهن هنا مادة دهنية، واروح حطها. ونفس الحكاية العجينة اروح دهنها من فوق عشان ما تشققش منك. وهغطيها بكيس بلاستيك، واغطيها بمفرش، واحطها على المطبخ عشان تخمر معايا. خدت خمرة قد ايه؟ مفيش، ما خدتش ربع ساعة تقريبا، لان الجو حر جدا. عندي هنا الحشوة. الحشوة دي براحتك انتي، انا عملت لانشون وجبنة قديمة او جبنة براميلي حادقة كده، وفيها الفلفل كده جواه. بسم الله ما شاء الله، طعمها تحفة. فانتي عندك بواقي تلاجة حطي، عندك فراخ بايتة والاولاد مش راضيين ياكلوها، نسليها كده وقطعيها واعمليها. لحمة مفرومة باقية اعمليها. يعني الحشوة دي براحتك انتي، مش هتقولك لا خالص. هقطع اللانشون كده خرط صغيرة، واروح حطاه، واجيب الجبنة واروح ارساهم كلهم مع بعض. مديها طعم حلو جدا جدا. تنفع معاكي للسندوتشات للمدرسة، اقصد من غير يعني من غير ما تتعبي نفسك وتعملي سندوتشات. هي سندوتشات اساسي جاهزة معاكي، وممكن تكيسيهم وتحطيهم في الفريزر وتطلعي وتسخني على طول الصبح. حاجة كده جميلة. هنا العجينة خمرت معايا بسم الله ما شاء الله. هاخدها كده احطها على المفرش، بس قبل ما احطها على المفرش برضو هدهن مادة دهنية. حبة زيت كده في ايديكي، وحبة زيت على المفرش عشان تبقى العجينة سهلة معاكي. هقسمها على 2 بالنص كده. ده لانشون اللي كنت بقطع بالقطاعة، فاللانشون جه فيه. وهفردها بقى، وهدهن برضو النشابة، وهفردها بالنشابة الفردة حلوة على قد الصينية بتاعتي اللي انا هعمل فيه. احنا بنحاول الايام دي نعمل حاجات اقتصادية كتير، علشان يعني الظروف صعبة بتاعت الناس كلها، يعني الظروف الكل صعبة، فبنحاول على قد ما بنقدر. انا دهنة الصاج برضو بمادة دهنية، دهناه بالفرشة كده،
واخد بقى زي ما انت شايفة كده بالظبط اللي انا فردتها العجينة، واحطها في الصاج بتاعي، وهظبطها حلوة قوي. ظبطتها كده، واخد الحشوة اروح حطها. هبططها، هبل بس ايديا زيت واروح مبططاها بايديا. هثبتها كده في العجينة، يعني افرد الحشوة علشان ما تبقاش فيه حتة فيها وحتة لا فاضية. هعمل التانية بقى، العجينة التانية برضو، واروح حطها فوقيها مادة دهنية برضو، واروح فرداها بنفس الطريقة. العجينة بقول لكم هنا حلوة جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. هاخدها نفس الحكاية واروح حطاها فوقيها. هظبطها كده كلها، وبعدين اغطيها واسيبها لمدة 5 دقايق. كل ما بتسيبيها شوية كل ما بتخمر منك تاني وتالت، بتبقى حلوة قوي. ظبطتها واغطيها كده بالمفرش وسبتها 5 دقايق، بسم الله ما شاء الله برضو خمرت حلو. وهمسك بقى اقطعها كده زي ما انت شايفة مكعبات بالطول، وبعدين ارجع تاني بالعرض. تقطع كده بالطول، وبعدين ارجع تاني اقطعها بالعرض، تبقى معايا مكعبات حلوة جدا. وانا في نفس الوقت مشغلة الفرن. اول ما ببتدي اشتغل في حاجة بشغل الفرن على اخر درجة، يعني وصل لي 190، كل واحد على حسب الفرن بتاعه، شغليه على اخر درجة يسخن منك. وحطي الصينية بتاعتك على الرف الوسطاني، واول ما تحسي ان هي استوت من تحت اطفي وشغلي الشواية سنة. بصوا المنظر اكنك عامله بقلاوه او حاجه كده، جلاش او حلوه قوي قوي. منظر الصينيه تحفه. هنا بقى الصفار بتاع البضايه اللي احنا حطينا البياض بتاعها، حط عليها حبه خل واروح دهنها بيها. عايزه تدهني بلبن وحبه سكر او ميه وحبه سكر مفيش اي مشكله. وهدهنها هنا. عايزه تحطي بقى حبه البركه حطي سمسم، انا هحط سمسم. السمسم بيديها طعم وشكل تحفة. دهنتها وهحط السمسم كده، هرص السمسم كلها عليها وهدخلها الفرن. هنا بقول لكم هسيبها 5 دقايق تاني، يعني سبتها 5 دقايق تاني على المطبخ ودخلتها الفرن عشان تخمر برضه. بسم الله ما شاء الله. وهعمل لها احط بخاخة مية كده رشة كده بسيطة واغطيها واسيبها برضه 5 دقايق عشان تبقى طرية وجميلة. بسم الله ما شاء الله بقى. وقطعي، ويعني بصي مش قادرة اقولك على الريحة والطعم. سندوتش كامل متكامل، يعني كامل متكامل مع بعض، حلو قوي والطعم تحفة. وهيعجب ولادك جدا جدا. اعمليها وحطيها في اللانش بوكس هيعجبهم قوي. وحطي اعملي الصينية ديت كده بنفس الحجم ده، وحطي في الفريزر في اكياس في العلب التلاجة، وطلعي وسخني منهم. بصي سهل وسريع وجميل جدا، وفي الرحلات وفي اعياد الميلاد وكل حاجة. انا بقولك ممكن تحطيه هنا في ورق الزبدة كده وتحط لهم في اللانش بوكس. عايزة بقى تقطعي مكعبات قطعي، عايزة تخليه كده سليم خليه زي ما انت عايزة. والتسوية كمان حلوة قوي قوي. انا هنا جبت الخله وبقول لكم عايزين تحطوها كده عندكم اعياد ميلاد، عندكم مناسبه، وتحطيها كده جميل الطعم ولا اروع من كده. جربوها وقولي لي في التعليقات، وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات عليه افضل الصلاه والسلام، واللايك والشير عشان نفيد غيركم. الوصفه جميله جدا جدا واقتصاديه جدا، على قد ما بنقدر بنعمل حاجات اقتصاديه الايام دي. بسم الله ما شاء الله تحفة. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.